صدمة لينا جوه الهرم واحنا قاعدين نتابع فيلم كليوباترا اللي قالب العالم كله، وكل الناس عمالة تقول ده بيقدم افكار غلط. فريق ياباني دخل باحدث اجهزة تكنولوجية للهرم عشان يكتشف اكبر صدمة في تاريخ البشرية. الفريق ده اكتشف 3 ممرات جديدة، وتم الاعلان انه هيتم قفل الهرم الشهر اللي جاي كله. تفتكر ايه اللي بيحصل جوه الهرم؟ من فترة اكتشفوا ممر سري جوه الهرم، والدكتور زاهي حواس قال ان الممر ده عشان يخف الضغط على حجرة سرية لسه ما اكتشفوش مكانها. الحجرة دي اللي فيها كنوز الملك خوفو، الافكار اللي دايما بتتورث لنا من زمان جدا، وهي ان الهرم هو مكان مقبرة للفراعنة. لكن تخيل معايا لو الكلام ده طلع غلط والهرم ما طلعش مقبرة للفراعنة وطلع حاجة تانية. الفيديو ده هيكون صدمة لينا لأنه في معلومات اتربينا على عكسها من زمان. الحضارة المصرية القديمة من أقوى الحضارات في العالم، ودايما الناس كلها بتتكلم عليها. كان القدماء المصريين بيعاملوا الفراعنة على إنهم آلهة، وكانوا بيقدسوهم وبيعملوا لهم معابد في كل حتة علشان يدفنوا فيها هم وحاجتهم. حاجتهم دي كانت بتبقى عبارة عن ذهب وكنوز ومجوهرات وأكل وشرب، عشان اعتقادهم في البعث في الحياة الأخرى. وكانوا بيثبتوا كل الكلام ده على جدران المعابد، وبيكتبوا كل الأحداث بتاعة الملك ده وتاريخه وكل الفترة الزمنية اللي هو حكم فيها. طب يا ترى ليه الأهرامات ما فيهاش حاجة من الكلام ده؟ حتى الملك توت عنخ آمون اللي مات وهو عنده 9 سنين اكتشفوا المقبرة بتاعته وفيها كمية ذهب وكنوز رهيبة. طب ليه الأهرامات الكبيرة ما فيهاش كل الكلام ده؟ ليه ما فيهاش الكنوز دي؟ ولو افترضنا انها زمان اتسرقت زي ما كان بيتقال، طب الكلام اللي على الحيطان هو كمان اتسرق؟ الحضارة المصرية القديمة هي حضارة متقدمة تكنولوجيا جدا من زمان، وكلنا عارفين الكلام ده، لدرجة ان احنا ما عرفناش لحد دلوقتي نكتشف اسرارها. وفي حاجات كتيرة جدا جوه الحضارة دي ما نعرفش عنها حاجة، ومن ضمن الاسرار دي سر محدش جاب سيرته، وكان دايما كل المنظمات العالمية بتحاول تبعد عنه وتخفيه، وهو سر نيكولا تسلا، الشخص اللي مات وحيد ومحدش يعرف عنه حاجة وكان منعزل بسبب السر ده. زمان نيكولا تسلا بدأ يشتغل على مشروع وأبحاث غريبة شوية، إن هو يستخدم طاقة الأرض وينشرها في الهواء، بمعنى إن هو كان ممكن ينقل الطاقة الكهربية من غير أسلاك ولا كابلات. وده المشروع اللي كان هو شغال فيه، وسمى المشروع ده وورلد وايرلس سيستم. المفاجأة إن المشروع ده كان بدأ ينجح، وفعلا استخدم جزء منه وبدأ يولد طاقة تتنشر من غير كابلات. بس تقريبا كده لعنة الفراعنة ما سابتوش، والمشروع ده وقف، ونيكولا تسلا ما كملش خالص المشروع. احنا كان ممكن ساعتها ما نستخدمش البنزين والجاز. تخيل معايا كل العربيات دلوقتي كانت هتبقى ماشيه بالكهرباء، ويا سلام لو كانت العربيات كهرباء وايرلس، يعني انا ممكن اجي جنب البيت واشحن كهرباء وايرلس من غير كابل. ايه الحلاوه دي؟ زي ما نيكولا تسلا قال ان هو هيستخدم الارض كمواصلات للكهرباء من غير اي كابلات، ويبدا ينقل الكهرباء دي على الكره الارضيه كلها. الهرم زمان اتقال عليه ان هو كان مقابر، بس جوه الهرم الكبير ما لقوش غير كلمه الملك خوفو مكتوبه، يعني مفيش اي موميا، مفيش اي جثمان لاي ملك. والثلاث اهرامات على كده مفهومش اي مومياوات. بس مش غريبه شويه على عاده الفراعنه ان هم ما يكتبوش اي حاجه ولا اي تفاصيل عن الملك المدفون جوه الهرم؟ اصل اكيد يعني يا عزيزي القدماء المصريين ما كانوش هيعملوا ممرات ضيقه قوي كده في حاجة هم معتقدين ان هم هيقوموا فيها بعد كده ويبقى فيها حياة تانية. ده كانوا بيسيبوا كل اكلهم وشربهم وحياتهم، هيعملوا نفسهم ممرات ضيقة قوي ومن غير تهوية. على الاقل كانوا يوسعوها على نفسهم شوية بدل الحشرة اللي هم هيبقوا فيها دي. ده الواحد لو قام الموت في الوقت ده ممكن يخاف. غير شكل الهرم والطريقة اللي كان مبني بيها ما تدلش ابدا على انه هيبقى مقبرة، حتى لو مقبرة ملك. كل الكلام ده ما كانش منطقي. لكن الحاجة المنطقية الوحيدة ان هو اتسرق، بس ما اتسرقش زي ما اي شقه بتتسرق. يعني مش هنقول ان الكنوز اللي فيه والمجوهرات والذهب هو اللي اتسرق، لا، ده اتسرق بطريقه مختلفه خالص. اتسرق من نيكولا تسلا. نيكولا تسلا سرق الفكره، يعني تسلا سرق الفكره من الهرم الكبير، وكان هيبدا يولد كهرباء بنفس طريقه الهرم الكبير. خلينا نعرف شويه معلومات غريبه عن الهرم. مبدئيا كده الهرم متوازي مع كل اتجاهات البوصله بشكل دقيق تماما. يعني لو جينا نقول انه اعظم تكنولوجيا عندنا موجوده دلوقتي ما تقدرش تعمل الطريقه دي في التوازي ده. والهرم مبني ب 2.5 مليون حجر بوزن 6 مليون طن تقريبا، بارتفاع 137 متر على مساحه حوالي 13 فدان. مش المساحه دي لو كانت اتعملت جراج ساعتها كانت كسبت تمام، بس ما كانش فيه عربيات، يبقى عربيات حربيه. المهم يا سيدي ان الاربع اتجاهات بتوع الهرم اللي مبنيين على مسافه 230 متر، والحجر الواحد من 2 طن ل 40 طن،
والفرق ما بين كل حجر والتاني حوالي 5 مللي. الابحاث العالميه قالت ان دقه بنيان الهرم 99.99. ايه الدقه دي؟ ولو كل اللي فات ده حماده وما اتصدمتش منه، تعال شوف اللي هيصدمك بجد. طبعا كلنا عارفين ان الهرم ليه 4 اتجاهات، يعني 4 جوانب. خليني اقول لك انك مضحوك عليك، طلعوا 8. لو جينا بالنظر العادي مش هنشوف ال8 جوانب. ال8 جوانب دول مش بيبانوا غير من منظور افقي لما الشمس بتتعامد على الهرم، بيبدا يرمي الظل في اتجاه معين فبيبان ال8 جوانب. مستحيل يا صديقي يكون كل الكلام ده معمول في مجرد مقبره ونسوا يحطوا فيها اصلا جثه الملك. الهرم ده كان اكبر مشروع في تاريخ البشريه في وقتها، وزي ما احنا عارفين ان هو مبني بطوب معين بيبان ان هو طوب بني من بره. لكن مش ده بس الحجر المستخدم في البنيان، لانه كان في نوع حجر معين كانوا بيجيبوه من ترى، وزن الحجر تقريبا 10 طن، وكانوا بيجيبوه على مسافه 25 كيلو. فكل التعب ده هيبقى لمجرد حجر ما كانوا جابوه من اي حته. لكن المميز في الحجر ده بالذات ان هو فيه نسبه مغنيسيوم عاليه جدا. ده ميزته انه بيعمل عازل للكهرباء. ده طبعا على عكس البنيان اللي مبني جوه الهرم واللي فيه جرانيت اللي فيه ثاني اكسيد السيليكون، او اللي معروف باسم الكوارتز. الكوارتز ده لما بيتحط تحت ضغط عالي بيبدا يولد كهرباء. غرفه الملك اللي مبنيه كلها جرانيت فيها 85% كوارتز، ده غير الممرات السريه اللي لقوها برضو مبنيه بالجرانيت اللي مليان كوارتز. تخيل كميه الكوارتز اللي موجوده جوه الهرم هتولد قد ايه طاقه كهربيه من الهرم بس. عشان كده الحجر اللي كان معمول بيه الهيكل الخارجي للهرم كان عازل للكهرباء، وهي دي فكره تسلا اللي سرقها من فكره الهرم الكبير. بس هو برضو المشروع اللي خلى تسلا يموت وحيد ومنعزل. في اوائل القرن ال19 في واحد اسمه جي بي مورجان، ده كان من اغنى اغنياء العالم في الوقت ده. الراجل ده كان عنده قطاع بنكي، ده غير ان هو بيمتلك كتير جدا من شركات البترول والفحم، ده غير شركه جنرال الكتريك وشركه AT&T اللي هي من اهم شركات الاتصالات على مستوى العالم، ده غير مناجم النحاس اللي كانت عنده، ولا مصانع الاسلاك بتاعه النحاس اللي بيصنع فيها كابلات النحاس. كان عنده مزارع مطاط اللي بياخدوا منها المطاط ويعملوا العزل الخارجي للاسلاك، مصانع مولدات الطاقه، ومصانع الخشب اللي بيستخدموها في عمدان الكهرباء والبريد. ده غير ان هو كان بيمتلك 20 خط سكه حديد، ده كان معاه نص العالم. على الرغم من ان تسلا كان ذكي جدا لدرجه ان في ناس قالت عليه انه اذكى من اينشتاين، لكن هو كان غبي جدا في التجاره، وعشان كده راح لجي بي مورجان عشان يمول له مشروعه، وقال له ان هو بمشروعه ده هيبدا ينقل الكهرباء لكل انحاء الكره الارضيه من غير اي كابلات. بس ده كان قمه الغباء. حد يسالني ليه كان قمه الغباء؟ دي هتبقى مشكله فيك على فكره، لانه يا صديقي في وقتها لو جي بي مورجان كان وافق بالمشروع ده كان هيقعد في البيت بعدها. المشروع اللي هيقعده في البيت بسبب ان هو هينقل الطاقه الكهربيه من غير اي كابلات ولا اسلاك، وهو اصلا كل مشاريعه معتمده على الكهرباء والاسلاك والطاقه اللي بالفحم والبترول. جي بي مورجان لما حس بالخطر من تسلا منع عنه التمويل نهائيا وما بقاش يديله اي فلوس. تسلا حاول معاه تاني وقال له طب فكر كده يا عم الحاج، ده احنا هنغير مسار العالم ومسار الكهرباء وانتقالاتها في العالم كله، حاول تفكر عشان نخلي الموضوع ينتشر بسرعه. جي بي مورجان قعد مع نفسه وقال لك الواد ده غبي، انا مش هسيبه في حاله. راح لكل منافسين تسلا زي مثلا توماس اديسون، وبدا جي بي مورجان يمول توماس اديسون عشان ينتشر بابحاثه ويكبر ويعمل فلوس كتير جدا. مش بس كده، كمان راح لكل المستثمرين واجبرهم ان هم ما يمولوش تسلا نهائيا. وطبعا عشان جي بي مورجان كان صاحب نفوذ وممتلك نص الحاجات اللي في العالم، المستثمرين كانوا بيخافوا منه وبيحبوا ينفذوا كلامه، وعشان كده اتمنع عن تسلا كل التمويل نهائيا. لحد ما في 1915 تسلا بدا يتراكم عليه ديون كتير، فالبنك قرر يحجز على المكان اللي هو كان واخده وبيعمل فيه المشروع بتاعه. بعدها البرج اللي هو كان عامله عشان يبدا يولد بيه كهرباء وقع. طب ازاي تسلا كان هيولد طاقه كهربيه من البرج ده اللي اكتشفوا بعد كده انه كان تحتيه مياه جوفيه زي الهرم بالظبط، اللي بيتملي من تحت بالمياه الجوفيه تبدا تطلع في الممرات لغرفه الملكه وبيحصل عمليات كيميائيه وبتولد نيتروجين زي ما اتكلمت قبل كده في فيديو كامل عن الموضوع ده، كتاب ذا جيزا باور بلانت اللي شرح فيه ازاي الهرم يقدر يولد كهرباء. ولو كل اللي فات ده ما اثبتلكش ان الهرم كان هيبقى مصدر طاقه كبير جدا، تعال اقول لك انه في 2018 فريق بحثي حاول يعمل تجربه حوالين الهرم وجاب مجموعه من موجات الراديو الشديده جدا عشان يجرب الهرم هيتفاعل معاها ولا لا. وبالفعل بدات التجربه ولقوا ان الهرم بيتفاعل مع الموجات دي وعنده قدره ان هو يخزن الموجات دي جوه الغرف الداخليه بتاعته اللي فيها جرانيت وكوارتز. بعدها بسنه واحده العالم إريك ويلسون نشر ورقه بحثيه بعنوان لارج سكيل ثيرمال اكوستيك جنريتور. الورقه البحثيه دي بتوضح ازاي الجرانيت وانواع تانية من الصخور زيه لما بيحصل فيها اهتزازات بتطلع الالكترونات لقمه الهرم. بس يا ترى الكهرباء دي هتتنقل ازاي للعالم كله؟
تجربة تسلا كانت مثيرة للاهتمام لأنه تحت البرج بتاعه لقوا مياه جوفية زي ما قلنا، والمياه الجوفية دي كان محطوط حواليها أسلاك معدنية وكهربية عشان تنقل الكهرباء للبرج، ومن خلال طلوع الكهرباء لقمة البرج بتبدأ تتنقل عن طريق الغلاف الجوي لكل الأماكن اللي حواليها. واللي انت ما تعرفوش ان تجربه تسلا نجحت فعلا، وكان في كميه مصابيح كهربيه حوالين البرج كانت بتنور لوحدها من غير اي اسلاك، وده بالظبط زي الهرم اللي كان موجود تحتيه مياه جوفيه. وطبعا مع القمه الذهبيه هتجمع كل الطاقه الكهربيه اللي طالعه من الهرم وتبدا تنشرها للغلاف الجوي ومنها لبقيه العالم. ودي التجربه المثيره للاهتمام اللي كان هيستخدمها تسلا. ده في ابحاث كمان بتقول ان الطاقه الكهربائيه اللي كانت بتتنقل من قمه الهرم كانت بتروح للمسلات اللي برضو كانوا الفراعنه عاملينها عشان يستخدموها كعمدان نور، وكانت منتشره في الوقت ده كتير. تخيل التقدم التكنولوجي اللي كانت واصله له الحضاره الفرعونيه اللي المفروض انها بتاعتنا كمصريين والمفروض نفتخر بيها، لكن ناس كتير على مستوى العالم بتحاول انها تهدم الحضاره دي او تنسبها ليها زي ما كان بيحصل الفتره اللي فاتت، وكلهم هيموتوا عشان يقولوا ان الحاجات دي بتاعتهم. طبعا اللي بيساعدهم على كده ان احنا كمصريين مش كلنا عندنا نفس المعلومات دي، ومش متعمقين في الحضاره بتاعتنا، ومش عارفين قد ايه هي كانت قويه. بالعكس كمان ده احنا ساعات بنستعر منها رغم ان العالم كله عايز ينسبها لنفسه. الحضاره دي كانت متقدمه قد ايه، والمفروض قد ايه نبقى مفتخرين بيها جدا ونفتخر ان احنا مصريين ونحاول نكمل على حضاره اجدادنا. جايز واكيد فينا العالم اللي ممكن يكمل على الحضاره دي ويعمل مشاريع اكبر من كده بكتير، بس خلينا نبقى واثقين ان حضاره اجدادنا هي اعظم الحضارات على مستوى العالم. يا ريت بقى شير كتير عشان تعبت في الفيديو. انا عادل مجدي.